السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ مرحبا بكم معايا من جديد في روتينات بين البيت والعمل. اليوم راح نحضروا هاد لي غاليت سهل وهشيش واقتصادي، وتقدي تحضريه في اي وقت وفي وقت يعني يديلك وقت قصير. انت تسحقي ربع حبات بيض كاملين، كاس زيت كامل وكاس سكر كامل. نزيدو هذاك السكر الكاس على الربع حبات تاع البيض ونخلطوه مليح مليح لحد اللي تحسي باللي السكر تاعك صاير يذوب. لخاطر شكون ما تخليش السكر يذوب غادي العجين يجيك الكاليت تاعك يجيك شويه يابس. وتبداي تضيفي في الزيت غير تدريجيا حتى اللي يندمج معاهم، يمتزج مليح. في هذه المرحله يعني قادره تستعملي الضراب الكهربائي وقادره تستغني عليه كما راكي تشوفي. تخلطي هاد المقادير مليح مليح وتبداي تضيفي كي تكملي الزيت تضيفي لافاني ديري زوج تاع لي ساشي، يعني زوج تاع لي ساشي تاع لافاني في ربع حبات بيض. ولا بغيتي تضاعفي تبغي تنقصي المقادير. تخلطي مليح 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 ومن بعدها تبداي تضيفي في الفرينه هنايا تضيفي غير شويه باش ما تغبنكش، باش ما تجيكش العجينه يابسه وقاصحه. بعد ما تضيفي الفرينه تزيدي معاها زوج تاع لي باكي تاع خميره الحلويات وتخلطيه بالضراب اليدوي مليح. ومن بعدها كي تشوفي هاد الخليط راه بدا يتقال تستغني على الضراب اليدوي وتستعملي يديك باش تشوفي العجينه كيفاش تكون دايره، يعني عجينه تكون ماشي قاصحه وماشي كاع جاريه باش ما تغبنكش، تكون مليحه. عجينه في التاحه تكون كيما عجينه عصابي. تسحقي الحلال وتسحقي هادوك ديري ساشي ولا حاجه في باش تحلي العجينه تاعك. السمك يكون شويه غليظ، ما يكونش رقيق بزاف باش ما يجيش يابس، يكون شويه غليظ. هنا ما عنديش طابع، انايا كنت في دارنا كي درت هاد لي غاليت كانوا ديجا راقدين ودرت لهم للعشويه. درت بهذاك الكاس ولا غرفيه ولا حاجه اللي عندك على حسب نتيا قداش راكي باغيه الحبه تاع الغاليت، وتدهنيها ديريها في البلا تاعك اللي غادي تدخليه للكوشه وتدهنيها بالبيض. انا درت بيضه كامله، تبغي ديري غير صفار ديري غير صفار، انت حره. تدهنيها بالبيض وديريها في الكوشه. بعد ما طاب شوفوا كيبان، يعني جا طري جا يهبل وجا شباب، يعني كبير الحبه ما كبيره ما صغيره مليحه. ويبقى الاختيار ليك انت. نتمنى تجربوا هذه الوصفه، تجي شابه بزاف في القهوه وتحطيها حتى للضياف، ونورمال كي يجوك الضياف على غفله تنوضي ديريها. نتمنى تعجبكم ومع السلامه وتهلوا في رواحكم.